فدانين ونص. الارض كلها فاهم ما هي. انت ربنا كده يا ابني، الارض اخر النهار كده الصبح كده محصوده. ده كفر ده يا ابني ربنا كده. كلنا شفنا عم عطا وهو بيصرخ هو وولاده في ارضه وبيقول ان محصول فدانين ونص اتسرقوا في الشرقيه. نام وصحي، حد نزل الارض وحصد كل المحصول ده بآلات وبمعدات، يعني متخيلين. الحمد لله وزارة الداخلية قدرت توصل للي عمل كده. ايه اللي حصل؟ الحقيقة ان عم عطا الناس اتفاجئت ان او مش مصدقة ان ممكن السرقة تتطور لدرجة ان يبقى فيه جرأة ان واحد يجيب معدات وآلات وناس. طبعا احنا عارفين الموضوع ده مرهق جدا، ويحصد حصاد فدانين ونص من الغلة. طبعا وزارة الداخلية تتبعت العربيات اللي أخذت المحصول ده وتم القبض عليهم، وتفاجئوا إن اللي عمل كده بسبب خلافات قديمة. الخلافات دي من كام سنة؟ من 14 سنة. عم عطا اشترى الأرض دي من حوالي 14 سنة أو 13 سنة بالتحديد، وكان لما اشترى الأرض دي كانت من ورث. فكان حصل رغم ان هو اشتراها ولكن في خلافات بينه وبين الاطراف دي. واحد من الاطراف دي قرر ان هو ينتقم منه بعد ال 13 سنه، فجاب معدات الاله الكبيره اللي بتحصد المحصول ده وناس، وبدا ان هو دخل الارض بالليل وحصد المحصول ده. شفتوا احنا وصلنا لحد فين؟ الحمد لله تم القبض عليهم ومفيش مال حلال بيروح. عم عطا ما كانش مصدق خالص ومعتبرها اهانه هو واولاده. طبعا صدمه كبيره جدا لما راح له الخبر من جاره اللي جنبه في الارض، فبيقول له انت بهدلت لي الزرعه بتاعتي وانت بتشيل المحصول بتاعك بالليل. قال له انا ما عملتش حاجه. فدي كانت الصدمه. ربنا يسترها علينا، وتحيه كبيره جدا لوزاره الداخليه لسرعه القبض عليهم خلال ساعات قليله جدا.